خبر صادم للنادي الاهلي، اتحاد الكوره بيوقع عقوبه على النادي الاهلي 200,000 درهم. ايه ده؟ هي مصر بتتعامل بالدرهم ولا بالجنيه المصري؟ مصر بتتعامل بالجنيه المصري، لكن دي عقوبه من كاس السوبر اللي كان بين الاهلي وبيراميدز في الامارات، علشان المشكله اللي كانت حصلت في الملعب بتاع لعيبه الاهلي مع لعيبه بيراميدز. خبر صادم لكل الجماهير الاهلاويه، انا اول مره اعترف وابصم بالعشره ان الاهلي مظلوم. يعني اول مره اعترف ان الاهلي بجد. ايه يا جماعه اللي بيحصل مع النادي الاهلي ده؟ يعني ايه المنتخب الاولمبي صحي من النوم كده الصبح افتكر انه عنده ماتش استعدادا للاولمبياد وطلب من النادي الاهلي كوكا ورأفت خليل وحمزه علاء؟ يعني فجاه كده قام منهم الصبح قال لهم انا صح ده عندنا ماتش ودي واحنا عايزين اللعيبه دي. النادي الاهلي رد قال لهم ايه يا جماعه، انتوا بتهرجوا معانا؟ اللعيبه في النمسا. طب انا اديلكم اللعيبه ازاي؟ وبعدين انتوا جايين تفتكروا دلوقتي؟ انتوا كنتوا فين من بدري؟ يعني قمه التخبط في اتحاد الكوره. خبر صادم لكل الجماهير الزملكاويه، كلاكيت تالت مره الزمالك بيجي له ايقاف قيد من الفيفا للمره الثالثه، وتخيلوا المره دي بسبب مين بقى؟ يعني لاعب مفاجاه، مش هتصدق الزمالك جاله جواب دلوقتي علشان يتوقف تاني عن القيد ثالث مره. بسبب مين؟ سامسون اكينولا. تخيل سامسون هو السبب. النادي النيجيري اللي كان بيلعب له سامسون واسمه ليون 36 له عقد رعايه او له حق رعايه على سامسون ب 11,000 دولار والزمالك ما دفعهم.